السلام عليكم، مساكم الله بالخير يا الربع. كيف الحال وشلونكم؟ عساكم طيبين. سالفتنا اليوم سالفة زينة إن شاء الله أنها تعجبكم. سالفة الشايب، هي كالشايب يطول العمر مولع بالصيد، يحب الصيد يحب الصيد. مرة أي والله، كان رفيق له واحد، رفيق له اتصل علي قال يا صديقي تعال بنروح نصيد. يقول أنا، قال وين نصيد؟ نيم ممنوع. قال لا خلنا نروح لمصر. مصر يقولون الطيور وكل شيء زين هناك ومتوفر، ولا هنا منع ولا شيء. أتوكل على الله. وتمم له رفيجه هذا، وعلى طول تلوا على المطار، ومن المطار لمصر. اي والله طبوا هناك على واحد يعرفونه، اي والله من رابعهم. اي والله، وهذا خويهم جاز عند واحد مصري. اي والله، حاجز لهم مكان غرفة في المزرعة مجهزة. يقول جو عنده وجلسوا في الغرفة. قال لهم هذا رفيقهم المصري، خوي المصري هذا المصري، قال لهم هذه غرفتكم، حياكم الله في أي وقت، وأسبوع أسبوعين ثلاثة اللي تجلسون فيها. قال الله يحيي وكيف يديك. أي والله، وجلسوا فيها أسبوعين وراحوا يصيدون وعيروا من الله خير، ولقوا الصيد ولقوا كل شيء. أي والله، يقول يوم من الأيام خويهم المصري ذا عزمهم على العشاء. قال ما دامكم جالسين أسبوع أو أسبوعين، الله يحييكم على العشاء. راح المصري ويقول جاب له 2 أو 3. أي والله، وداها بيته، وقامت مرته وفتحت بطنها وحشت الدجاج كلها، وحطت فيها رز وبطاطس ومدري ويش من الحاجات ذي. المهم ستهدت الثلاث الدجاج ذي. اي والله، يسمونها فراخ. اي والله، المصاري يسمونها فراخ. المهم، وعجب والله صراحة، عجبوا في الطبخ البيت. قالوا يا زيناه والله انه طيب. قالوا إن شاء الله، قالوا له عاد إن شاء الله إذا جيت من مصر ديرتنا إن شاء الله نبي نسوي لك عشاء طيب. قال هذا حقكم، هذا واجبكم. أي والله، وجلسوا فترة الصيد وجوكم معودين لا ديرتهم. أي والله، رجعوا لديرتهم. أي والله، وعاد وجلسهم يوم يومين، وبعد اليومين يقول واحد من شوي بذا، قال رفيقه باقي عندنا دخل. قال إيه باقي حول 30 موجودات في الفريزر عندي. قال أي والله، قال زين. شفت رفيقنا جارنا المصري اللي على اليمين، هو في مصريين دكتور يقول مستاجر شقة حولنا، خبره؟ قال إيه خبره. قال وش لكن عزمه مثل ما عزمنا الرجال هذا وكرمنا المصري في مصر، خلنا نعزم هذا ونعطيه من أكلنا. قال زين. المهم، وراحوا للمصري الدكتور هذا يصلي معهم الصلاة، وهو من جماعة المسجد ويعرفونه ويعرفهم. قالوا له أنت لك معزوم. قال معزوم عندنا. قال لا والله ترى يعرفون ارتباطي وكذا. قال ارتباطي وما أقدر الهج ولا شيء، واجي متأخر في الليل ويمديني. قال خلاص أجي نجيبك العشاء عندك. قال ما دامت ذا عادي خلاص. المهم، أي والله، وشافوا لهم يوم، أيوة يوم من الأيام، قالوا تراك اليوم هذا نبي نجيك ونعطيك العشاء، والله يحييك. قالوا خلاص. المهم، وراحوا هذول شروا لهم 3 دجاج أو 4، وراحوا لبيوتهم. والشيب ذا والصحر متى شوف يبي تشقين بطون هنا الدجاج هذه وتحشين. قالت وش حاشين فيه؟ قال من الدخل اللي عندنا حول 40، حطي في كل واحدة 10، هو حطي معها خضار، حطي معها زي ما هم سووه لنا. قالت زين بس كذا. قال يحطي الدجاج وبنحط رز وبنحط أكلهم. قالت خلاص المجهزة والعشاء. واتصل على رفيقه قال تعال ترى العشاء جاهز، خلينا نروح نعطيه إياه. هي والله، راحوا وسلموا عليه وأعطوه هذه. قال لا نبي حلال استعجلنا بنطلع والله. المهم، خذنا المصري. وش سوى المصري ذا؟
اي والله هو يقول عادي، هو يقول يوم جيت باكلهن ابتعشى عليهن، حطيت لهن ضضيو واشوفه فتحهن، يقول افتحهن، يقول القى المصري يتكلم، يقول والله وش هاللي فينا هذا؟ يقول هذا بيض طلع منه فراخ صغيرات، يلمس ما يدري وش هو، يلمس الدخل، هو قال ترى الدخل اللي فينا الصغيرات، قال هذول والدتهن، هذول عيالها، يسولف هذول وش. المهم جلس له حول ربع ساعة يفسر فيها، يقلبهن يمين يسار، وقاموا وكل هالكلام هذا وهو يصور، حطهن على صفحته بأحد المواقع حقته، حق الحسابات حقته، ونشرها دفع البلاء. اي والله ولا دروها الشياب ولا لا ولدهم. قالوا يا ابوي تخبرون المصري جارنا؟ قالوا وين خبره؟ قال تراه حط العشاء انتم، قال تراه فتح بطونهن وقام بياكل منها، شاف الدخل ولا يدري وش، وقام يفتر يقول هذه بيض مفقس وطلع منها الفروخ ذي، ولا الدجاجة حامل ولدت الله يتبع البلاء وبشركم قدام الناس. قال كيف؟ قال والله يقول هالولد، وترى حطنا على احد حساباته النت السوشيال ميديا. اي والله حتى احنا نعرف السوشيال ميديا. المهم قال صدق والله، قال شوف صور لي. المهم صور هنا الولد وداه هنا لابوها الشايب ذا، والشايب هذا وراه رفيجه، عاد نبي نحط لكم الحين تشوفون المصري يتزلف فيها ولا يدري وش، ما يدري وش الدخل هذا. اي والله عاد شوفوها واعطونا رايكم فيها، ولا تنسونا من الاشتراك في القناه والضغط على الاعجابات، واهم شيء قلبة الحب لا تنسونا. يلا شوفوها. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ده ايه ده بقى؟ انا مش عارف الصراحه. فهل ده كان بيض مثلا وفقس جوه الفرخه؟ لو حد عارف ده ايه ده ايه دي؟ كتاكيت محشيه دي ولا ايه دي؟ يا ريت يا جماعه اللي عارف يكتب لنا في التعليقات بقى، لان الصراحه انا مش عارف ايه ده ده فيها كتير. بصوا كام واحده. فهل دي كانت حامل مثلا؟ انا مش عارف يعني، اكتبولي. بصوا دي 1 2 3 4 5 6 7 حوالي 8 أو 9 وحدات كده جوه الفرخه. انا مش عارف الصراحه ايه ده ده فيه ورك وصدر زي الفرخه بالظبط. اكتبوا لنا يا جماعه بقى بالتعليقات، اللي يعرف حاجه دي ايه يا ريت يكتب لنا. الف شكر.